السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الريد نت. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك جديدا. لما كل نادي عنده ستاتيو يخدم عليه وصفر مليم في الروج، معناتها مو سهل. حكوا رؤوسهم بداوا في الاحتراف، خاطر الاحتراف مقابلها مادي، مقابل مادي، وما تلقاش ليكيليبر، ما تلقاش روحك، والعام في جورة خو. هذا اللي خلطنا الواحد. او كي بديت لك بالنوادي باش تفهم علاش ينظموا في كوب دي موند، خاطر كي تبدا النوادي معدله يبدا الاستثمار مريقل في البلاد وتبدا الامن مريقل في البلاد هذيك، راهي الدوله تنجم تخدم تيراناتها وتخدم المنشات نتاعها والنزل والسياحه، على خاطر مربوطه بالسياحه. شوف صاحبي، كل الشروط تاع كاس العالم شنو هي؟ الارض، سيرفاس تاع الارض، الامن والمنشات والسياحه في البلاد هذيك، هذوما كلهم متوفرين في المغرب قبل الناس الكل. يمكن السعوديه عندها اشكال اللي هو الكحول، هذا اللي مش لاقين له حل، معناتها كيما صار في قطر، تعرف التشدد في السعوديه اكثر من قطر. هذا يمكن الملف اللي نتاع السعوديه اللي مازال يعطلهم، على خاطر السعوديه مثلا اتو مومون تنظم كوب دي موند كيما المغرب توا كان يعطيوها ل 2026 تقدر تنظمها ماليا كرويا وتنظيميا. جربوا الكواس العالم للنوادي وتفرجنا في التنظيم وتفرجنا في الافتتاحات وكل، والمنشآت موجودة في المغرب. شوف صاحبي، كل نادي في المغرب عنده كار، زوز كيران كبار وميني بوس تاع لي جون، وواحدة منهم الكبيرة. هذوما ليكيبمون ما نحكيوش من ديفيزيون 3 وانت ماشي، هذوما راهو نمشي لك لي بتي ديتاي. صالح ساير ويعرف، راهو كي نقولوا في جمعية ما فماش ماء، العباد تغزلها عادي، معناتها كان ما لقيتش ماء راهو لاستوبلاست والباقي نتاع التدريب ما لقيتوش، وانت كنت رئيس نادي في نادي صغير وتعرف المشاكل هذه اللي تلقاها اليوميه، اللي هو فيها استراتيجيه وفيها تنظيم. ولذا كاس العالم هذه 2030 عادي راهي المغرب تاخذ التنظيم نتاعها عادي جدا. سي العربي والله هو بكل صراحه سي صاحبي، كي تشوف تو قاعدين نشوفوا للمغرب بكل صراحه ملاعب كبيره. أنا المرة الأخرى شفت جمعية في الديفيزيون 3 في المغرب عندها ملعب يهز ما يقارب يمكن 20,000 من الجماهير. أنت بكل صراحة المغرب تطورت هي كبلاد، تطورت وطوروا رواحهم، ويعني كما نقولوا فيها المغرب تستاهل باش تنظم كأس العالم وقادرة بكل صراحة. وبرشا بلدان عربية مشيت لها انت سامحني، مشيت لها المغرب؟ مشيت لها هي. لا بلاد شفت المنشآت موجودة، شفت الامن، شفت السياحة، بلاد منظمة، شفت نظافة البلاد، بلاد مستقرة عندها نظافة البلاد، ما صارتش فيها مشاكل، ما صارتش فيها ما وقتها برشا بلدان ربما عربية زاد صارت فيها الثورات اللي رجعتهم 50 سنة التالي. المغرب بلاد المغرب من قبل الثورة، اي من قبل، قلت لك من قبل الثورات العربية، ما صار فيها شيء، ما صارتش بلاد مستقرة، دولة واقفة. علاش العباد المستمعين سامحني العربي المستمعين باش يفهمونا، علاش نقولوا ريت المادة نظيفة؟ العباد يقول لك احنا نحكيو كورة على المادة، ونبداو العباد اللي تفهم الزيرو كيفاش تبدا بلاد يخدموا فيها، تلقى بلاد نظيفة، تلقى العقلية مقابل هذيك. مش كيما احنا عندنا ساعات حالات تبدا تسوق قدامك يعمل هكا نحن 10 سنين ما تعرفش شكون يحكم، 10 سنين ما تعرفش شكون يحكم، 10 سنين ما تعرفش شكون يسير في البلاد. تحب تلقى ملاعب وتلقى شوف هذه الانجازات نتاع المغرب نقولوا عليها، رانا احنا عملنا انجازات، راه ما ننساوش رواحنا وقت اللي كنا مستقرين كان عندنا نظام واقف، 94 كان عندنا سلطه، نظمنا كاس العالم للأوسط، ما ننساوش، نظمنا زوز كؤوس افريقيه في جرة بعضهم ما بيناتهم 8 سنين، الالعاب المتوسطيه، عملنا الالعاب المتوسطيه، ما ننساوش على بوترات. شكوننا سي صالح؟ اي نعم هذا شكوننا؟ اي بسم الله. لا وهذاك شنو السر نتاعو؟ السر هو الاستقرار. المغرب دولة مستقرة، دولة عندها بخلاف اللي عندها الامكانيات وتعرف تستغل الامكانيات نتاعها، هي دولة مستقرة. نعرفوا فما ملك ما فماش، مش احنا هنا من اللي جات هالفوضى نسميها انا فوضى. شوف الدول اللي جات الفوضى هيك تعاني، توا ليبيا تعاني، تونس تعاني، مصر تعاني، هلا غالب هذا عدم الاستقرار. دونك هنا قادره تعمل ما تعمل. احنا توا تظهر لنا المغرب، تظهر لنا اللي هي انجاز، ما هوش انجاز، احنا امكانياتنا اللي كنا امكانيات اضعف برشا من امكانيات المغرب. وشوف شكون عملنا كوب دي موند جونيور، عملنا دو كوب دافريك، عملنا الكوب دافريك هوند وفولي. شنو معناتها على المغرب؟ ما فهمتكش يا سي سالم. لا معناتها رانا احنا كنا سباقين،
المغرب احنا وين توا سي سالح؟ وين كنا توا؟ سباقين. هاني قلت لك السبب يا اي معناتها هما استغلوا الظرف. بشوي. لا مش استغلوا، هما بطبيعتهم يلزمهم يعملوا اكثر من لا 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 سي صالح استغلوا الظرف. وقت اللي احنا في الثوره خرجت المعامل من عندنا ورسل الاعمال الكبار استقبلوهم هما. خلينا نحكي لك حاجه. مش اسمعني. لا خلينا نحكي لك هذه. انا مش نجاوبك عليها النقطه هذه بالذات. شو عادي جدا وقت اللي انسان مستثمر يكون في تونس بامتيازات تصير فوضى في البلاد وما عادش ينجم يخدم باش يلتجي وين؟ اول دوله من قريبه لتونس بعد تونس مش قريبه لتونس. تونس كانت قبل. وشو عمل لهم السلطه غاديك؟ ما اسمعني شو باش نقول لك. كيفاش استقبلهم هما؟ يعني سي صالح كلامك صحيح، استفادت من الشيء اللي صار لنا في تونس. اللي صار لنا استغل. هي عرفت تستغلوا. اسمعني استفادت. شو بالله خلينا نكمل كلمه. نعطيكم بعد تكمل. شو بكل تواضع وهذا شيء نعرفه واثق منه لاني انا ملم به. الاشقاء الجزائريين والمغاربه كانوا قبل منبهرين بتونس. كنا نعلموا فيهم. يقولوا هنا يقولوا كيفاش انتم اش عاملين وتوا بيان يا سي صالح بربي نحكي على توا. يا سي صالح ما هي مشكلتنا سي صالح ونشاطر كلامك 100%. بقينا نبكيو على الاطلال احنا وقت الناس تخدم وتريكوبيري وترقع وتصلح وتطور. جاو ناس عطلونا. جاو ناس مش ذنب الشعب. مش ذنب الشعب. لا خطيه الشعب. جاو ناس وخرونا 50 سنه. لا مش وخرونا عطلونا. وقت اللي يجي ويعرف اللي غدوه العربي وقتلوا فينا الطموح. شو التونسي وقت اللي يجي غدوه تيجي عندك كرش وطموح. وقت اسمعني وقت اللي يراه المستثمرين كما قال لك خارجين ومغادرين ويرى في الناس وقت اللي يقول لك تونس ماهيش ديستيناسيون باهيه ويرى لاجونس دو فواياج يقولوا هاو عندك المغرب وعندك وما يقولوش تونس باش يبعثوا هنا بتفهم كل شيء. اما المغرب سامحني مش ما نغلطوش الناس. راهي المغرب في 2030 دوسي معها اسبانيا والبرتغال مقدم دوسي. هي بيان سور مش وحدها. هذه ندخلوا في امور ماليه ما عادش كل بلاد تنجم تنظم وحدها. كوب دي موند هذه امور سياسيه ولات البلدان. لا نكلمك عاد سي صالح. مش سياسيه. مش نقول لك ولات امور سياسيه عالميه. مش سياسيه. 48 دوله ولا صحيت ما عادش فما دوله تنجم تستقبل 48 بلاد بالببليك. السعوديه امريكا ما تنجمش تستقبل 48 بلاد. تو هذا كلام تو. شنو امريكا ما تنجمش تستقبل 48 بلاد. لا هي باش تنظم معها زوز 2026. ولات امور سياسيه. شوف الكره كما قال صاحب مقبليكا ما عادش كره قدم. فرصه للناس. ولات امور بوس خوك حتى في السياسه. بلدان ولا تنظم مع بعضها. فما امور اقتصاديه امور سياسيه امور ماليه. اما تو باش نرجع لك على المغرب بربي. خلينا نوضحوا ونرجعوا للمغرب. راهو 2030 مسير راهو كونفيرمي باش لا دوسي قدم الدوسي. اي نعم. شوف وقت اللي استغلت المغرب ما قالت لهمش هيجي حل مشروع وني خلنا نحيلك فلوسك. قالوا لهم الارض اللي تحبوها موجوده 5 سنين نت دامبو توليو تخلصوا بعد 5 سنين المغرب. وقالوا لهم اليد العامله مستحيل تجيب لي من برا. مديرين جيب على روحك انت يا جابوني يا الماني يا طلياني يا اسبانوري. يد العامله مغربيه و5 سنين نت دامبو ونعاونك حتى في البنوك. هاو كيفاش تستغل الفرصه. وانت تقول لي سامحني تقول لي وقت اللي خرجوا احنا الوقت اللي المشاريع خرجت من تونس اللي هو نرجعوا شنو اللي تمس فيها كي خرجت المشاريع هذه لي سبونسور اللي انت حكينا فيه ذكر قبل. قلت ما عادش فما واحد مش لاقي باش ياكل على اكبر اسامي العباد منكم ما تعرفش تتصنت فينا في الكوره. ربطنا الكوره بالامور السياسيه وكل على خاطر اكبر مشاريع واكبر اسامي نتاع ماركات حتى بتاع حوايج خرجت من تونس مش تيجي للمغرب. انا متفائل تونس باش ترجع بحول الله. اسمعني قلت ربي شو صاحبي بخلاف المغرب. بخلاف المغرب وهذاك كنت باش نقول لك فما السعوديه فما مصر فما اليونان. لا السعوديه السعوديين قاعدين يعملوا في ثوره رياضيه رونالدو صحيت من اجل حلم 2030. رونالدو عليه جابوه. السعوديه ومصر وتوا ميسي خطوا الميسي. الوكيل الاعمال ميسي في السعوديه. السعوديه هو السعوديه مصر والامارات. هذا الثلاثي العربي اللي ونقول لك حاجه يا صاحبي وانا متاكد اللي الملف السعودي ملف كبير برشا يكون ملف ثقيل واسمعني ومش تمشي باش تفوز بها الثلاثي اللي سميناه مصر والمغرب. انا نفسر لك حاجه على السعوديه بحكم نعرفها مليح. الملف نتاعهم واضح وموافق عليه الناس الكل.
يجي نقول لك يعني اوتوماتيكمون ماشي للسعوديه. اي خويا اسمعني برئيس الفيفا وباللي تحب انت ورا يستاهلوا زرعوا وبداوا يحسدوا خويا. دقيقه صعب تحكي لكم باش تفهموا. بلد متطور ياسر وباش تعرف المستمعين. تفضل. راهو كي تجي تلقى ديفيزيون 2 فيها الفار، كي تجي تلقى ديفيزيون 2 في السعوديه راهو تلقى 300 كيلومتر تمشيها بالطياره ما تمشيش على البر. كي تجي تلقى اكبر مدربين يرينيو في الدو على خاطر فما المقابل المادي. كي تجي تشوف التيرانات بتاعهم، تشوف المدينه السياحيه يعملوا فيها ل 2030 رغم اللي الخريطه نتاعهم الخريطه الجغرافيه نتاعهم ما عندهمش برشا بحر. شوف المدينه الرياضيه يحضروا فيها السعوديه. الملف تاعهم عندهم مشكل اشكال برك وحكيت فيه اللي هو امور المشروبات الكحوليه. نقول لك هذا خاطر جاي الانجليز التوجه اللي ماشيين فيه يلفون اكسكلور مكه والمدينه. يقول لك مكه والمدينه اماكن مقدسه مش تقعد مقدسه بالنسبه للولايات الاخرين السعوديه. تو انت كي تسال على رونالدو مثلا يا اخي تتصور النصر عنده مشاكل ماديه، مش النصر ماخذه فوفير من عند الملك بيدو لاي لاعب كبير يحب يجي يلعب. ودوله وبو ميسي طلب 600 معناتها 6 ما نقيش كيفاش نحسبهم 1800 مليار 1800 مليار معناتها وقت اللي احنا نحكيو توا هكا وشرى المنزه وحوازه. وهم عاطينه 200 وصلوا 350 بعد باش ياخذ اللي يحب عليه هو الدوله اي لاعب. وهذا استثمار وباش يصير اشكال مش فايق به حتى حد. اللي البرتغال باش تنظم كوب دي موند ورونالدو في الكونترا نتاعو وميسي كي يجي ولازم اوتوماتيك يكون الراعي الرسمي للسعوديه لتنظيم كاس العالم. الارجنتين برتغال باش تقدم الملف نتاعها ورونالدو داير الكونترات نتاعو 7 سنين حتى من بعد الكره يقعد ياخذ في الامتيازات هذيك كلها. وشوف الدعايه، شوف التفكير، شوف اللي تيك توك توا والانستغرام. شوف بنات رونالدو بداو يقراو بالعربي ويعديوا فيهم على معناتها. شوف العقليه كيفاش ماشيه نتاع التخطيط الصحيح نتاع الكوره. انا كان تعطيني الربوع اللي نتاع رونالدو نقرا بالشين انا ونقرا بالواحد تقول لي يقرا بالعربي. عنده الحق. مودريتش مثلا عم يجي وهما الدوله تفرق فيهم على النوادي مش رئيس الهلال. بنزيما ماشي مع اللاعب ومع الوكيل. هذيك قوه امكانيات لا دخل انا فيها. السعوديه نحن كما نقولوا فيها نتشرفوا بها لانه بلد عربي وبلد اسلامي. وهي كما نقولوا فيها حتى نحن مثلا كتوانسه ومسلمين تعمل حاجه باهيه كما فرحنا قطر فرحنا للسعوديه. حكيت على ميسي انت راهو ماشي للهلال مش للنصر. لا قلت لك النوادي الكبرى باش يختاروا لهم الهلال. كل واحد ياخذ غادي البارح غادي كل لك عيب انا نرموه في بوه غاديك البارح بوه موجود وصوروه ماشي للنيغوسياسيون. بعثوا له طياره خاصه ومشي باش لانه زاد حاجه اخرى. لانه بقائه في البي اس جي فيه برشا جدل فرانسيس ما عادش يحبوا عليه. انا نتمنى نحب نشوف مونديال 2030 بين المغرب ومصر والسعوديه ان شاء الله. خلي بالحق وبرافو الاشقاء السعوديين. وقت ما سي صالح يقول لا كمال بخليل الكلمه تقول احنا الاولى كان في الغرور. احنا بقينا مغرورين وما عندنا حتى شيء فارغين. وشوف الناس وين وصلت ان شاء الله. سامحني صاحبي نربط مع صالح سي صالح على الموضوع. قال احنا احنا انا تغيبني تو كي نسافر لبرا السعوديين بيدهم كي اللي يطوروا تو كي يغزوا لي يقول لي حسر على تونس. يقول لي تعلمنا منكم وراو هكا كلك سوا امنين في الجزائر. يقول لك تعلمنا كنا نعملوا في تكوين في برشا حاجات. ترجع بحول كي نحن نتكلموا هكايا تغيث اكثر من الشيء اللي فات. تونس راجع بحول الله. بحول الله بالشيء اللي ترى فيه بحول الله ترجع بشوي ترجع بحول الله. وقت اللي نقعدوا عنا نقعدوا متفائلين ترجع تونس.